سندريلي سندريلي صبح وليل دي سندريلي، الدفاية الفطار نضفي شيل الغبار، يلا ارقصي يلا افرحي ممنوع تستريحي، بتلف طول اليوم حتى بعد ميعاد النوم يندهولها يشيلوها سندريلي. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. وحشتوني جدا جدا من ساعة اخر فيديو نزلته. انا كده بقالي حوالي 4 ايام ما نزلتش فيديوهات، بس غصب عني والله، يعني زين تعبني شوية. فبصوا مش عارفة اعمل منه اي حاجة، ولا عارفة اصور بقى ولا منتج ولا اي حاجة. فالمهم كده النهاردة فيديو روتين. هننضف بقى مع بعض الجزء بتاع السفرة ده. ده كان من بعد اليوم اللي كان عاصفة ده. فاكرين المرتين اللي ورا بعض؟ انا ساعتها اول يوم مرضتش اعمل، يعني كنت حاسة ان الجو هيقلب تاني، فقلت ايه، يعني استنى بقى لما التراب ده يروح خالص. بس فبصوا انتوا شايفين الدنيا عاملة ازاي. الكراسي بصوا مليانة تراب من كل حتة في الخشب اللي فيها. فرحت ماسكة كده الكراسي، كام كرسي ورا بعض كده مسحته بالريشة دي. شالت التراب على طول وانجزت معايا يعني. بس المهم بقى هنا قلت هشيل وهمسح بقى ايه، الدنيا ايه تحسوا كده مكتومة، والتراب مضايق المكان، وبصوا طاقة سلبية كده مش حاجة حلوة يعني. فبس رحت شلت بقى الكراسي وشديت السجادة كده على طول، طلعتها برا على السلم. ورحت داخلة بقى على التليفون والراوتر بقى والسلم اللي هو الخشب ده، السلم الديكور. برضو كان لامم شوية تراب كده حلوين من لو هتلاحظوا الشباك اهو فوقيه. انا ما بفتحوش دايما، بس هو برضو معرفش التراب بيدخل من اي حتة، يعني من تحتي ولا ايه. بس هنا بقى برضو عملت الشباك نفس الحكاية. وبصوا بقى عايزة اقول لكم حاجة. الريشة دي على قد ما هي حلوة يعني بتسهل عليكي كده لو مكسلة تجيبي فوطة بقى وتنفضي وكده، هي حلوة، بس النوع ده وحش جدا. يعني انا اول يوم جبتها فيه بمسح كده بجرب بيها، فلقيت الريش بتاعها كله اتفك من بعضه. فانا كنت سألة الراجل على التانية اللي هي الغامقة البني دي اللي هي ريش ناعم، فقال لي ما مش موجودة، يعني ما عنديش منها. فخدت دي وخلاص. فالمهم يعني لو لقيتوها قدامكم ما تجيبوهاش، مش حلوة، بس هي الريشة نفسها يعني بتسهل التنظيف. بس دي لا مش حلو. خلاص كده انا كنت خلصت بقى الشباك على طول. وكان في بقى بصوا مش قادرة اقول لكم بقى تراب وشعر بقى، انا مش عارفة كل ده بيجي منين. فروحت خدتها كنسة حلوة كده. وانا طبعا لما بمسح يعني بصوا ببقى خايفة طبعا، عشان الخشب هنا عندي البوفيه والنيش على الارض، يعني مش واقفين كده على رجول. فبخاف ان انا ادلق مية بقى وكده، عشان الخشب ممكن يقب او يبوظ يعني. فقلت لا والله بقى ايه، يعني انا هفضل محافظة بقى طول عمري، يلا مرة كده ايه ومش هكررها كتير يعني. فروحت جايبة طبق مية بقى كده، بصوا، بالمقشة بقى عملت كل ده مية، وحطيت برسيل جل اللي هو باللافندر ده، كان عامل ريحة حلوة قوي ونضف الارض. حطيت برضو بصوا شوية كلور، بصوا الارض شايفين مطلعة فراشات. والله من كتر النظافة انا مكنتش عايزة بقالي كتير عمالة امسح وادعك في الارض، مش عايزة الم المية. انا مبسوطة وانا رجلي مبلولة كده في المية، انا مبسوطة. كنت حرانة بقى فمبسوطة يعني بالمية. هنا بقى بصوا الارض، الحتت اللي هي الركان دي، التراب عمل زي خطوط كده سودا، بصوا شايفين اهي في الوش. مش بتطلع بقى كده بالمسح العادي، لا دي عايزة دعك بالمقشة وبالفرشة. بصوا بقى بعد ما خلصت بقت فل اهي. واللي هو السفل ده كمان برضو عملته، مش عارفة اسمه سفل ولا وزرة ولا ايه، فعملته برضو ما سبتهوش. بس هنا بقى انا بقى يعني انا بعمل وبحرص برضو، يعني دلقت مية وكده، بس بصوا بعمل كده ايه من بعيد شوية. هنا بقى كان صابون كتير بقى ورغاوي، وبصوا قلت الم بقى المية اللي عمالة تزحلقني 100 مرة دي. انتوا طبعا مش شايفين في الفيديو يعني، بس انا كنت عمالة بفصل واشغل تاني، فبصوا كنت هقع 100 مرة. بس المسحة دي حلوة يعني، بتريحني نفسيا كده. فلميت بقى المية اللي بصابون دي كده بالممسحة على طول. انا بودي على ناحية المطبخ كده والحمام المية الحلوة دي،
تدخل بقى على المطبخ وايه تنضف برضو الارض لو فيها دهون او حاجة. بس انتوا شايفين هنا انا رافعه السفرة عشان اوسع على نفسي بقى، وانا بمسح رافعه نصها فوق، يعني رجلين فوق المستوى السلمة دي، ورجلين بس ساندين كده تحت. بس لميت بقى باللي هي الموب بتاع الحيطة ده، عشان الموب التركي اللي عندي ده الغيارات بتاعته زي ما قلت لكم اتمسحت، فمش لاقيه له، مش عارفه غياراته اللي هي لونها رمادي دي مش عارفه الاقيها فين يعني. فبمسح بقى بده او بالشرشوبه اي حاجه يعني، المهم ان انا انضف. بس بصوا خلصت بقى كله، حتى رجل الترابيزه ما رحمتهاش، رجل السفره خلصت بقى ونزلتها. وبصوا الدنيا شايفين بقت فله، شايفين. انا كنت همسح بقى هنا الخشب ببليدج والتنظيفه اللي هي الجامده دي، بس قلت لا، ايه هستنى مره كمان عشان انا عارفه ان انا اكيد هنضف تاني. بعدين حسيت بقى ان الارض كده ايه، عارفين انتوا يعني صيف كده وفي انتعاش في الموضوع، فقلت والله ما انا فرشه السجاد خليها كده، ويمكن تطلع في دماغي وهنضفهم يعني واغسلهم للعيد. بس مش عارفه يعني، هشوف بقى ايه زين هيعمل معايا الصح ولا الغلط. تمام كده. بس هنا بقى هو خلاص دخلت بقى، بحب بعد ما بمسح بلمع الحاجات التانية دي اللي هو الشاشة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هنا كنت بمسح وانا مشغلاها، بعدين قلت ايه ده، لا انا مش مستغنية عن نفسي قوي كده، فروحت طافية من المشترك وقلت امسح بدل ما ايه يعني، الم نفسي احسن بدل ما اتكهرب. فبس بصوا شايفين اهو مسحت كده اللي هو الريسيفر والمشترك واللي هو الرف ده، وخلاص رجعت الفواحات دي مكانها. خلاص كده الازاز كان فل. بصوا بقى هنا الازازه جابت اخرها معايا، فقلت لها لا انت هتخنقيني ليه بقى، رحت فاتحه ودلقه بقى على طول كده. الجو حر اصلا وانا ايه خلق ضاق وانا عماله انضف وكده ولابسه بكم، فاتخنقت بصراحه، رحت فاتحه ودلقه. وعايزه اقول لكم بصوا احلى مره هي دي، مسحت كده لقيت الحاجه باينه النظافه فعلا فيها والله، غير ما بنرش خالص. الفوطه كانت مبلوله كده، وبصوا مليانه من اللي هو اسمه ايه الملمع ده. رحت معديه بقى على الازازه اهو بتاع النيش كمان، تلميع حلوه كده بالفوطه وهي مليانه، سبتش حاجه بقى ازازه إلا لما عملتها كده. خلاص بقى كنت خلصت اهو بره، كان المسلسل ده بتاع رايا وسكينة شغال، بحبه قوي، بس انا بحب اشغل حاجه كده جنبي تعمل صوت وانا شغاله يعني عشان ما ازهقش. ايه رايكم بقى في النظافه؟ شايفين سبتها بقى زي ما هي كده، قلت مش هفرش خليها وانا هشوف مع نفسي بقى هروق ولا همسح مسحه كده للعيد وهحط السجاجيد، فهنشوف مع بعض يعني. خلصنا واحتفلنا بقى خلاص اهو. دخلت بقى على اوضه النوم برضو، رحت شايله بقى السجاد بتاعها. كان يوم العاصفه ده بصوا الدنيا الشقه كلها اتبهدلت، اكتر حاجه هي اوضه النوم والحته اللي هي بتاعت السفره دي عشان قدام باب الشقه. واوضه النوم كمان احنا قاعدين فيها اكتر يعني عشان فيها التكييف وكده، فهي دي اكتر حاجه ايه بتتبهدل معايا يعني. فقلت يلا بقى بالمره كده. وزين محترم اليوم ده كان فين مش عارفه، كان نايم ولا كان فين، لا كان صاحي بس كان قاعد ساكت يعني. فروحت بقى شايله الملاية وقلت يلا نغير الفرش نهوي كده الاوضه. كان بالليل الكلام ده، كان بالليل. بصوا بقى انا بحب الروتينات اللي هي بتاعت الصبح دي، بس يعني كل واحد بقى ايه عنده ظروفه. انا وقت ما بلاقيه ساكت بعمل حتى لو الفجر، بس الاحلى يعني الترويق بتاع الصبح كده في النهار. فبس بصوا شايفين بقى هنا برضو الشباك بتاع اوضه النوم كبير، واللي فيه ده مش تراب مش طينه يعني، لا ده زي تقشير كده. فخدته بقى كده على طول اهو بالفرشه، والحمد لله. بصوا بقى النظافه بتجيب نظافه يعني. انا خلصت بره وقلت خلاص بقى هقعد بقى كده ايه، ياخد دش ميه ساقعه كده ولا حاجه واقعد بقى في الطراوه. فقلت لا يلا ندخل على اوضه النوم هي كمان. عايزه اقول لكم الشباك ده بصوا يعني يوم بعد يوم بيتعمل، ومش عارفه
ايه التراب ده؟ انا مش عارفه انا عشان اخر دور ولا ايه. بصوا حتى ظهر السرير، شايفين؟ ركزوا كده في الناحيه التانية. ظهر السرير ده بقى اكتر حاجه بتجنني، كل يوم كل يوم او ممكن مرتين في اليوم الاقي تراب عليه. فرحت يلا خدت اهو مسحه كده بالفرشه المعوقه دي الريشه دي ولا ايه. ولو لقيتوها قدامكم زي ما قلت لكم محدش يشتريها خلاص عشان هي ملهاش لازمه. ومسحت الكومودينو برضو بيها، ويعني بص كنت ملصماها كده لازقاها بمسدس الشمع عشان ايه، اجرب يعني اشوف هتنفع ولا ايه، بس في الاخر هرميها يعني. بس هنا بقى كده رحت خدت السرير تنفيضه كده وكنت كنسه، ورحت فرشه بقى اهو الملاية على طول. ملاية صفرا اهو وانا لابسه اصفر وايه، بصوا كله اصفر في اصفر. بس كده اهو خلصت بقى وركبت الكيس المخدة اللي هو الكبير ده، ودخلت بقى على الخداديتين الصغيرين دول على طول. واوضه النوم دي بصوا اسهل حاجه عندي، بحس كده ان هي بتخلص في ربع ساعه 10 دقايق بكله بقى، بكنس ومسح وتلميع المرايه والحاجات دي كلها. انا بحب بقى اغير الملاية على طول في الصيف عشان ايه، يعني الحر والعرق وكده، وعشان كمان معايا طفل فممكن بقى ايه يكون قشط آه كده يعني انتوا عارفين. ساعات ببقى محمياه وبغير له على السرير فلازم تتغير طبعا كل يوم. هنا بقى اهو خدت الارض مسح كده، بس المره دي هنا بالشرشوبه، مش هعرف بقى ارمي ميه وكده هنا في الاوضه عشان ايه، انتوا شايفين بقى الخشب هو قريب من بعضه فمش هينفع يعني. بس وكده كنت خلصت خلاص، شايفين؟ حطيت الكوفيرتا دي كده اهو على السرير على الطرف وخلاص. ايه رأيكم بقى في النظافة والسرعة؟ حطيتوا لايك بقى ولا لسه؟ يا رب يا حبايب قلبي الفيديو لو عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا عندي في القناة. واستنوا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم جدا، واشوفكم على خير، ويلا باي باي.